Ce qui est dommage. من المؤسف جدا ومن الجيد أنك سألتني هذا السؤال. لقد أرادوا تحوير النقاش حول العنصرية وبأنني نطقت بعبارات عنصرية. هذا غير صحيح وإنه لمن العار، وسأدافع عن صورتي حتى النهاية، لأنها ليست الصورة التي أعطيها وليست الصورة التي أعطيتها منذ سنوات. مؤسف جدا ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وما يقع من كراهية من الجانبين، لأنني توصلت برسائل عنصرية وتهديدات بالقتل. للأسف اللاعب قام بتحوير كلامه لهذا الجانب، وهذا يظهر أننا أصبحنا متطرفين من أجل مباراة كرة قدم، وهذا من العار وغير ممكن. في كأس العالم كانت إفريقيا كلها ملتحمة عندما كان المغرب الممثل الوحيد لإفريقيا، لكن مع الأسف في المواجهة بيننا نحاول الذهاب إلى نقاش لون البشرة أو الديانة أو إلى شيء خارج عن الإطار. يجب أن نتطور وأن نكون صادقين مع أنفسنا إن أردنا تقدم قارتنا، لكن ستجدون دائما أناسا يسعون لإضرام نار الفتنة. هناك أكاذيب قيلت بعد المباراة، وأنا شخصيا طلبت من الكاف الاستماع لي. لم أشتم اللاعب، هذه ليست تربيتي. ما قمت به بعد المباراة أقوم به دائما. أصافح مدرب الخصم، الحكام، ثم اللاعبين. للأسف عندما صافحت اللاعب أدار وجهه ولم ينظر إلى عيني، فكان علي أن ألح على هذه المسألة. ففي تربيتي وفي قيمي أرى في عيني من أسلم عليه، وهو لم يقبل الملاحظة. إنها كذلك كرة القدم. الدرس الذي تعلمته أنه في المرة المقبلة سأصافح المدرب والحكم ثم أغادر لمستودع الملابس حتى أتفادى الوقوع في نفس الموقف مع أحد اللاعبين. هذا هو الحال. لقد خيب أملي لأن هذا أثر على عائلتي. فعندما تكون شخصا يحارب العنصرية طوال حياتك تجد نفسك أمام هذا المشكل بتصريحات كاذبة، مع العلم أن اللاعب لم يتكلم أبدا عن العنصرية. وهنا نرى أن المجتمع أصبح مريضا. لما قال اللاعب أنه لا يريد التكلم عن أشياء لا يمكن قولها ذهبوا مباشرة إلى لون البشرة واستنتجوا أنني قلت كلاما عنصريا، فاشتبكت الأمور بين الجانبين. وبالطبع هناك أشرار من الجانبين. أنا أتكلم هنا لتلطيف الأجواء. ما وقع قد لا يكاد يكون إلا شنآن بسيط، لاعب محبط ومدرب محبط، وانتهى الأمر بالنسبة لي. الآن أنا أفكر في كرة القدم وفي هذه الكان الجميلة التي ستكون من أفضل النسخ في التاريخ. أدين جميع الرسائل التي قد يكون قد توصل بها اللاعب، وكذلك الرسائل التي توصلت بها، لأن ما عاشه أقاربي خلال 48 ساعة الأخيرة لم يكن في المستوى. Moyen.